قوافل الخير برعاية جمعية الشارقة الخيرية. سعادة القلب في خير يقدمه، ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها. قوافل الخير من دار الخيار سارت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها. رياح خير من الإخلاص قد نشرت، للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها. تعليم قرآن، صناعة عمل، بناء مدرسة لله نعمرها. إغاثة الملهوف، كفالة اليتيم، سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها. قوافل الخير من دار الخيار سرت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحروسة بفضل الله عز وجل نكمل معكم مسيرة العطاء والخير، ونفتح من خلالكم صفحة جديدة نسطر فيها بعطاياكم قصة من قصص الخير. أذكركم بأنه من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو راض عنه. كم من فقير في هذه الدنيا بحاجة إلى القليل لكي يعيش حياة كريمة. في هذه القصة سنتعرف على سيدة وكيف تحولت حياتها إلى حياة كريمة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ما قدمتموه أنتم. ازيك يا ست، عامله ايه؟ الحمد لله يا كويسه؟ كويس. وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يصلح حالك، انا من زمان ما عدتش عليك. حبه كده حبه كده وحبه كده ماشي. ربنا يديك الصحه يا رب. عامله ايه في الشتاء؟ والله يا اختي العالم ربنا كنت عامله ازاي؟ بكلفت في نفسي في الهدوم، والناس ربنا يديك الصحه. تفوت عليك كده وتنطل على من عن المي. يلا الحمد لله. في جمعيه في البلد هنا؟ اي ماشي. في جمعيه ناس كويسه، عايزه اروح لهم ويجوا يبنوا لك البيت. طيب ماشي ان شاء الله هوصل لهم واخليهم يجوا يعملوا لك البيت. ماشي ماشي يا ست، ربنا يديك الصحه. الله يرضى عليكم يا ربنا يديك الصحه. الله يرضى عليكم. وانت قاعده هنا لوحدك؟ ايوه لوحدي. محدش بيجي خالص؟ لا محدش بيجي، ربنا اهو. يلا ربنا معاك. مش عايزه حاجه يا ستي؟ سلامت. طب استنى اجيب لك كوبايه. سلامتكم، ربنا يرضى عليكم. هجيب لك كوبايه ميه من جوه. ماشي. ماشي يا ست، خد اشرب. ماشي يا حبيبي. مش عايزه حاجه تانية يا ستي؟ سلامت. ربنا يصلح حالك يا رب. سلامتك ربنا ماشي، ربنا يصلح حالك. يرضى عليك ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يخلق لك صار انا يا اختي. ربنا يخليك يا ستي. لكم شر الله. الله يرضى عليكم برتاح.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رضا. أهلا وسهلا بحضرتك. والله عندنا حالة في البلد، حالتها صعبة والدنيا بتشتي عليها وعايزين نعمل لها حاجة كده يعني. هي إيه ظروفها؟ والله ظروفها صعبة خالص، يعني هي واحدة مش حد يبص عليها وقاعدة لوحدها. طب إحنا إن شاء الله ممكن النهاردة نروح لحد عندها ونشوف حالتها فعلا إذا كانت تستحق، وربنا ييسر إن شاء الله. يا رب يا رب يسهل الحال. بإذن الله تعالى. شكرا. مشروعنا في مصر أذكركم به هو إنشاء مستشفى لعلاج الأطفال، لأن من خلال ملاحظتنا شاهدنا بأن متى ما كانت صحة الطفل جيدة سيتلقى تعليم بشكل جيد، سيمارس حياته بشكل جيد، سيكون فرد معطي ومساهم في مجتمع بشكل أفضل. فأسأل الله عز وجل الصحة لكم ولأطفالكم. قوافل الخير. قوافل الخير برعاية جمعية الشارقة الخيرية. قوافل الخير. سعادة القلب في خير يقدمه، ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها. قوافل الخير من دار الخيار سرت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها. رياح خير من الإخلاص قد نشرت، للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها. تعليم قرآن، صناعة عمل، بناء مدرسة لله نعمرها. إغاثة الملهوف، كفالة اليتيم، سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها. قوافل الخير من دار الخيار سرت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها. مشاهدينا الكرام، الآن في اللحظات الأخيرة قبل تسليم هذا المشروع نتحاور قليلا مع السيد رضا، وهو أحد ممثلي ومندوبي جمعية الشارقة الخيرية هنا في مصر. سيد رضا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. وشكرا على الاستضافة وعلى كرم الضيافة وحسن الترتيب والتنسيق. بارك الله فيك. هذه الحالات كيف تتعرفون عليها؟ من خلال الناس مثلا، ولا من خلال فرقكم، ولا كيف؟ حضرتك احنا بننزل بفريق البحث وبنشوف، طبعا لازم احنا طبعا نتأكد، نشوف عايش ازاي، حياته عاملة ازاي، هل في حد بيعوله، هل عايش على مساعدات من حد، بنشوف ايه الاشياء اللي ناقصاه. يعني ممكن نخش في احدى البيوت بتاعت اهالي القرى، بنلاقي في حاجات حضرتك ممكن وانت داخل حضرتك مثلا في الشتاء في امطار نازله واحنا داخلين، مثل بيت المرأة العجوز هذا. نفس البيت ده حضرتك. لما جيتوا كيف شفتوه في المرة الأولى؟ حضرتك هي ست يعني تعيش لوحدها، ويعني يمكن ربنا جعلنا سبب ان احنا نيجي هنا ونشوفها الحمد لله. والبيت كان يعني عايشه حياه
يعني صعبة جدا يعني. فالحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا ان احنا نعمل تقرير لبحث الحاله ليها، وفعلا تاكدنا ان هي فعلا تستحق. وجهنا رسالتنا لجمعيه الشارقه، والحمد لله بفضل الله تعالى جاءت موافقة. جات لنا الموافقه بفضل الله. احنا خلف الكواليس في التجهيزات الأخيرة للمنزل، كنت أشاهد الشباب كلهم في غاية السعادة، أنت وأصدقائك وزملائك، وهذا شيء يسعد. صحيح ولا لا؟ اكيد طبعا. ده عايز اقول لحضرتك يعني المساهمه في العمل الخيري دي حاجه يعني جميله جدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني هي ليست فقط إدخال السرور على صاحب الحاجة، علينا كلنا، الجميع. جميعا. المتبرع يسعد، أكيد العامل طبعاً. يسعد، أكيد. الإعلامي يسعد، كلنا طبعا سعداء. طبعا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يجعلنا وإياكم دائما من السعادة. اللهم امين يا رب آمين. العالمين. سعادة القلب في خير يقدمه، ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها. قوافل الخير من دار الخيار سرت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها. رياح خير من نحن الآن مشاهدينا الكرام في اللحظات الأخيرة قبل الانتهاء من تسليم هذا المسكن للسيدة العجوز، التي ستقضي إن شاء الله تعالى ما تبقى من حياتها في عيش رغيد، في مسكن هانئ، في حياة مستقرة إن شاء الله تعالى. هذا بفضل الله، ثم بفضل صدقاتكم وتبرعاتكم. شاهدتم شيء من تفاصيل حياة هذه المرأة، وسنشاهد الآن منزلها الجديد. أسأل الله عز وجل أن يكون منزل مبارك وأن يجعل فيه السعادة لها ولجيرانها إن شاء الله تعالى. سعادة القلب في خير يقدمه، ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها. قوافل الخير من دار الخيار سرت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها. رياح خير من الإخلاص قد نشرت، للخير نسعى إلى الهداة نوصلها. تعليم إيه رأيك يا حاجة؟ إيه رأيك؟ البيت حلو؟ الله يرضيكم، المكان حلو؟ حللكم الدنيا. ده حيتفرش هنا إن شاء الله، ربنا يكرمك يا اخويا. ودي الصالة حتقعدي هنا، في مطبخ هناك. ماشي البيت حلو؟ ماشي. ايوه حلو. نظيف؟ حللكم الدنيا. الحمد لله. الله يخليك. ربنا أيامك. يكرمك. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. بسم الله ما شاء الله الله. يرضيكم بصحتكم. تفضل يا حاج. الله يصحيك. إيه رأيك؟ من الحال يا رب. ايه رايك؟ الحمد لله يا اقعدي أخوي. اقعدي تفضلي تفضلي تفضلي. الحمد لله. اقعدي بسم الله بسم الله. ايه رايك؟ الحمد لله. الغرفه الله كويسه؟ يرضى عليكم بالرضا. يبارك فيك لا يا يكفيكم رب. شر الراضي. اللهم ولا آمين. يكفيكم شر السنة متأتى فيه يا رب، ويرضى عليكم برضاه. وعليك يا رب. يرضى عليكم مبسوطة؟ برضاه. محب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. مبسوطة يا حاجة؟ يخليكم يا رب. مبسوطة يا حاجة؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد مكان لله. نظيف، بيت نظيف؟ إيه. خلاص ما فيش مطرة ما فيش مية إن شاء الله. ماشي يا اخوي. الحمد لله. ماشي، الحمد يستاهل لله. الحمد يا اخوي. شفت المروحة كمان؟ ماشي. في الصيف المروحة هتشتغل. طيب. شفتيها؟ طيب. الحمد لله. عاوزة إيه كمان؟ عايزة سلامتك. ربنا يسلمك يا رب. وعايز يخليك يا رب. ربنا يرضيكم بصحتكم يخليك يا رب. ويقويكم اليوم ان شاء الله تنامي هنا، تباتي هنا في البيت الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. يسعدكم جميعا يا من ادخلتم السرور على قلب هذه المرأة الكبيرة في السن. الله يسعدها ويسعدكم. بيتها صار نظيف جميل، يقيها ان شاء الله تعالى من حر الصيف ومن برودة الشتاء ومن الامطار اللي كانت تؤذيها، ويقيها ان شاء الله تعالى من اشياء كثيرة. اسال الله عز وجل مرة اخرى ان يسعدكم كما اسعدتني. إذا مشاهدينا الكرام، سنترك هذه القرية وسنغادرها بإذن الله تعالى، لكننا لن نترك قوافل الخير ولن نترك العمل الخيري. سنعود لها بإذن الله تعالى وهي في أفضل حال. طبتم وطاب ممشاكم يا من تطيب النفس بذكر عطاياكم. شكرا لكم. سعادة القلب في خير يقدمه، ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها. قوافل الخير من دار الخيار سرت،
من قلب شارقة الإحسان تنشرها. رياح خير من الإخلاص قد نشرت، للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها. تعليم قرآن، صناعة، عمل، بناء مدرسة لله نعمرها. إغاثة الملهوف، كفالة اليتيم، سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها. قوافل الخير من دار الخيار سرت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها. قوافل الخير برعاية جمعية الشركة